السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الأخبار؟ في فيديو بلندر اللي فات حولنا لوجوهات السوشيال ميديا لشكل 3D بالمنظر ده وحطينا الخلفية بتاعتهم، والفيديو اللي فات صورته ساعة كاملة وعملت عليه مونتاج باقي اليوم الحمد لله، فربنا يستر والفيديو ده ما يطولش زيه. المهم في الفيديو ده هنبدأ نحركهم عشان نعمل الانيميشن اللي شفتوه في أول الفيديو اللي فات، ودي إن شاء الله هتبقى أول مرة نعمل انيميشن على بلندر، فبلاش كلام أكتر من كده ويلا بينا نبدأ. أول حاجة محتاجين نتأكد منها إن يبقى التايم لاين ده ظاهر معاك. لو ما كانش ظاهر افترضنا مثلا إن أنت شلته بالمنظر ده، هتقوم جاي من الزاوية هنا كده وتقوم ساحب لفوق، هتظهر معاك مساحة جديدة ممكن تحولها لأي حاجة. احنا هنضغط هنا وهنحولها لتايم لاين بالمنظر ده كده. هنبدأ ننزله تحت وهنبدأ نحدد الكنترولر بتاعنا اللي هنحركه بعد كده. طبعا الكنترولر ده احنا عملناه الفيديو اللي فات بحيث نقدر نحرك اللوجو كله عن طريقه، وعشان نغير خصائص المكان بنخش هنا على اوبجكت وبيبقى عندنا اللوكيشن والروتيشن والسكيل نقدر نغير فيه. حتى بالمناسبة لو حبيت تغير الماتيريال بتاعت اي حاجة هتلاقي الماتيريال كمان تقدر تتغير، وكل ده عن طريق النقطة الصغيرة اللي بتبقى جنب كل سيتنج هنا. وهنلاحظ ان احنا مجرد لما نضغط على اي واحدة فيهم هتعمل لنا كي فريم هنا بالمنظر ده. فخلينا بس نقفل الحاجات دي كده بحيث الدنيا تبقى بسيطه معانا، بس احنا مش عايزين نحرك الجزء اللي في النص. خلينا نضغط كده كنترول زد بحيث نرجع كل حاجه زي ما كانت، وهنبدا نحدد الكنترولر ونعلم هنا جنب الكي فريم بتاع الاكس، ونبدا نتحرك قدام شويه عند ال100 مثلا، عند ال100 فريم هنا، ونحرك الاكس دي مثلا ناحيه اليمين ونضغط على علامه الكي فريم تاني عشان يضيف لنا كي فريم جديد. مجرد لما نرجع للصفر ونبدا نشغل هنلاقيه اتحرك من النقطه الاولانيه للنقطه الثانيه زي ما احنا حددنا له بالظبط. بس قبل كل ده في حاجه محتاجين نظبطها. هنلاحظ ان الفيديو طبعا الفريمات بتاعته قليله حبتين، فمحتاجين نخش هنا على الاوتبوت وهنبدا نغير الفريم ريت. انا عاده بخليه 60 عشان حركه الفيديو تبقى ناعمه، بس خلينا عشان ما نطولش مده الريندر في الشرح هنخليها على 30 فريم بس. نبدا نشغل، اعتقد الموضوع كده بقى اظرف بكتير. طيب خلينا نرجع ورا كده ونبدا نحدد الكي فريمز دي ونمسحها من زرار ديليت، وهنبدا نعمل الانيميشن بتاعنا. خلينا بقى نفتح الانيميشن قدامنا عشان نفهم بالظبط احنا هنعمل ايه. مبدئيا احنا عارفين ان المساحه بتاعه بلندر 3 دي، فعندنا محور الاكس ومحور الواي ومحور الزد. فهنلاحظ ان الحركه الاولانيه اللوجو بيتحرك من تحت لفوق، فمعنى كده ان هو بيتحرك على محور الزد من تحت لفوق. اول دوران بيبقى بيلف حوالين محور زد اللي هو المحور العمودي، والدوران الثاني هو المفروض انه بيلف حوالين محور اكس اللي هو الافقي، بس طبعا لما تدمج الاثنين مع بعض هيطلع لك الدوران اللي بزاويه ده. فهو ده اللي احنا عايزين نعمله بالظبط. يبقى تاني محتاجين نحركه من تحت لفوق على محور زد، نخليه بعد كده يلف حوالين محور زد، وفي نفس الوقت يبقى بيلف حوالين محور اكس. لما ندمج الثلاث حاجات دول مع بعض هيطلع لنا الانيميشن بالمنظر ده. واعتقد الناس توقعت من الفيديو اللي فات ان الاضاءه اللي بتعدي في النص دي هي عباره عن اريا لايتنج او سوفت بوكس زي ما احنا بنقول، ومع حركه اللوجو انعكاس السوفت بوكس كمان بيتحرك. وفي ملحوظه اخيره، هنلاحظ ان اللوجو في الاول بيتحرك بسرعه وبيجي عند نقطه معينه ويهدي خالص وسرعته تقل على الاخر عشان يعمل لنا الانيميشن الخفيف اللي في الاخر ده. فالكلام ده كله هنبدا نظبطه باذن الله. مبدئيا احنا هنروح للثانيه اللي عايزين الانيميشن يخلص عندها. نفترض مثلا ان احنا هنخلصه عند 120 مثلا، وهنبدا نحط الكي فريمز بتاعه المحور زد، ونبدا نحدد المحورين اللي هنستخدمهم في الروتيشن اللي هم اكس وزد، وبكده نكون حددنا اللوجو هيبقى عامل ازاي في اخر الانيميشن. هنبدا ننزل بقى للثانيه صفر، وهناخد الزد هننزلها تحت خالص، وهنبدا نعلم على الكي فريم بتاعها، وخلينا نطلع بره الكاميرا بحيث نشوف الدنيا عامله ازاي. وبطبيعه الحال لما نيجي نشغل هنلاقي اللوجو بيطلع معانا بالشكل ده. هنتحكم بسرعته ان شاء الله كمان شويه. وبعد كده عايزينه يلف حوالين محور زد، فاحنا هنخليه مثلا يلف بالمنظر ده، ونعمل كمان كي فريم. خلينا برضو نحددها برقم عشان الناس ما تستغربش. خليها مثلا 360 في 2 اللي هو هيلف لفتين يعتبر، هو جمعهم خلاص طلع لنا 720. وفي الاخر محور اكس هنخلي اللوجو مقلوب بالمنظر ده، وهنبدا نعلم على الكي فريم عشان يثبت معانا بالمنظر ده. وخلي بالك في معلومه مهمه، لو نسيت تحط الكي فريم وبدات تتحرك هتلاقي ان الاعداد اللي انت كنت بتعمله راح، فهنرجع نظبط الاكس تاني، هنقلبه ونعمل الكي فريم بالمنظر ده. خلينا بقى نرجع للكاميرا تاني ونشوف الانيميشن شكله عامل ازاي. جميل، نرجع بقى للفيديو تاني عشان نوضح جزئيه زياده. دلوقتي انت هتلاحظ ان اللوجو في الاول بيفضل يلف حوالين محور زد بس من غير الدوران حوالين محور اكس، وبعد كده بيجي عند حته معينه يقوم مقلوب، وهو ده الدوران اللي عملناه حوالين محور اكس. وبالتالي محتاجين نفصل الثلاث ابعاد دول عن بعض. فخلينا نرجع تاني نحدد الكنترولر، وهنبدا نفتح السهم اللي هنا ده ونفتح الاوبجكت ترانسفورم، وهيطلع لنا الزد لوكيشن وعندك الاكس روتيشن والزد روتيشن. فهنبدا نمشي شويه لحد مثلا عايز اللوجو مثلا يبدا يقلب من اول هنا، فهبدا اخد الاكس وهحركه بالمنظر ده. سيبك من الكي فريمز اللي فوق، هي بس مكمله للكي فريمز اللي تحت، انما الثلاثه دول هم الكي فريمز الاساسيه اللي احنا بنتعامل معاها. فخلينا نبدا نشغل. ماشي مش وحش. فاضل بقى اننا نظبط السرعه. في عندك دلوقتي اختيارين، ممكن تيجي في الزاويه هنا عند الفراغ الاسود اللي هنا ده وتبدا تسحب لفوق عشان نضيف كمان قايمه، وهنحول القايمه دي لجراف اديتور عشان نظبط السرعه. يا اما ممكن تخلي الجراف اديتور هنا مره واحده وتسيبك من القايمه اللي هنا دي خالص.
الله عليا. اوكي نرجع تاني لل 3 دي فيو بورت. تمام كده. زي ما كنا بنقول، لو مش عايز تاخد مساحه كبيره من هنا ممكن تعتمد على القايمه دي انها تبقى هي الجراف اديتور بتاعك. تمام، نبدا نرجع لورا، وهتلاقي طبعا عندك السلايدرز دي. لو جيت عند الطرف هنا وبدات تتحرك هتلاحظ ان هو بيعمل زوم ان وزوم اوت في العرض، ونفس الحكايه هنا بالنسبه للارتفاع. فاحنا عايزين نظبط الارتفاع بحيث كله يبقى ظاهر قدامنا. وكان في اعداد هنا المفروض ان هو ايوه النورماليز اللي هنا ده هيخليه يظبط لك الارتفاعات بتاعتهم اوتوماتيك. احنا عايزين بقى نتعامل مع كيرفات معينه، مش عايزين كل حاجه. هنبدا نتعامل الاول مع الزد لوكيشن، فهنبدا نشيل الاثنين بتوع الروتيشن. وببساطه عشان تبقى فاهم الجراف اديتور بيعمل ايه، ده عباره عن الزمن في المحور اكس والمكان في المحور واي. بمعنى انا دلوقتي عند الثانيه صفر كنا على ارتفاع قليل عند الزد بقيمه سالبه تقريبا اللي هي سالب 3.5، وطول ما انت ماشي الزد عماله تزيد لحد ما وصلنا للقيمه النهائيه بتاعه الزد اللي هي كانت 1.6. واللي في النص ده بيفهمنا اللوجو انتقل ازاي. هنلاحظ ان هو اتحرك بالراحه في الاول وبدا يسرع في النص ورجع هدى من تاني. فالفكره كلها ان احنا عايزين نخليه يطلع باقصى سرعه ممكنه وفي الاخر يهدي ويوصل للنقطه النهائيه باقل سرعه ممكنه. فدي وظيفه السلايدرز. هنبدا نحدد اول واحد هنا ونضغط على جي عشان هي اللي بتحرك السلايدرز، وهنضغط على اكس في الكيبورد عشان نحركه على محور اكس بس ما يتحركش معانا فوق او تحت. وهنبدا نسحبه للاخر خالص بحيث يختفي هنا كده. خليه بس طالع سنه صغيره عشان نعرف نجيبه بعد كده. ونجيب السلايدر اللي فوق ونضغط على جي ونضغط على اكس تاني عشان ما يتحركش فوق او تحت، ونبدا نسحبه ناحيه الشمال خالص. جميل، نبدا نشغل. حلو جدا، هي دي النتيجه اللي كنا عايزين نوصل لها. ولو حد جهازه مش مساعده قوي في حته الانيميشن او الانيميشن طالع معاه تقيل، فممكن نخش هنا على الريندر وهنخش على السامبلينج، وبعد كده الفيو بورت هنخليها 1 عشان نقلل جوده الريندر وفي نفس الوقت نبقى شايفين الدنيا بوضوح. نبدا نشغل واعتقد كده الوضع هيبقى احسن بكتير. وخلينا نرجع للانيميشن تاني، وهنلاحظ طبعا ان هو بيطلع من تحت لفوق بسرعه كبيره. خلينا نرجع ورا كده بحيث الدنيا تبان اكتر. نشغل. جميل جدا، تمام جدا. خلينا بقى نخفي الزد ونتعامل مع الاكس روتيشن. وانا عايز الاكس هنا هيجي عند حته معينه يبقى هادي خالص وسرعته قليله جدا، وهيجي في النص سرعته تزيد جامد وفي الاخر خالص يهدي. فده هنعمله بكل بساطه عن طريق ان احنا نحدد النقطه اللي تحت وناخد السلايدر بتاعها ونضغط على جي اكس ونبدا نحركه كده شويه، وناخد اللي فوق ونبدا نحركه برده شويه. نبدا نظبطهم بحيث تقريبا يبقوا في النص بالظبط. طبعا هتلاحظ ان هو هنا سرعته هتبقى هاديه خالص وبعد كده هينط مره واحده ويرجع يهدي تاني. فنبدا نشغل. اوكي سريعه زياده عن اللزوم. خلينا نرجع السلايدر ده تاني لورا شويه، ونفس الحكايه مع السلايدر ده. اوكي عايزين نخليهم زي بعض تقريبا. تمام كده معقول. نبدا نشيل الاكس ونتعامل مع الزد روتيشن. خلينا بقى في الزد نبدا نسحب السلايدر ده ناحيه الشمال خالص. اوكي زي ما احنا كده. تمام، هو بس الاكس روتيشن محتاج يبقى بدري شويه، فخلينا نرجع تاني للتايم لاين. خلينا نبدا كده نحركه ورا شويه. نبدا نشغل. خلينا نجرب كده نرجعه ورا خالص. اوكي مش وحش. احنا ممكن نهدي بس السرعه بتاعه الزد شويه. خلينا نرجع تاني للجراف اديتور وخلينا نهدي السرعه دي شويه. جي اكس بعد كده نرجع. اوكي لا هي عايزه تعلى. ناخد بس السلايدر اللي هنا ده. نبدا نعمل كده. حلو جدا. طيب خلينا كده بقى نشغل الريندر فيو ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. اوكي هي في نقطة طبعا ان الإضاءة باينة من هنا. الانعكاس ده جاي من الاريا لايت اللي تحت. اوكي هي الفكرة اصلا في الفيديو كان اللوجو هو اللي باصص لتحت فما كانش باين الضوء اللي تحت ده. طيب خلينا كده نعمل حاجة ظريفة. هنرجع تاني نحدد الكنترولر وهناخد الزد روتيشن وهنزود على الزد 180 درجة. انتر. تمام شيل كده. حط. اوكي الوضع ما كانش ظريف. ارجع تاني ناقص 180. كده رجعنا للوضع الاصلي. نقص كمان 180. طبعا بحكم ان هو متلون برتقاني فمعنى كده ان التأثير بتاعنا ما اتطبقش، فمحتاجين نشيل الكي فريم ونحطه تاني. تمام كده نبدأ نشغل. طبعا السرعة كمان اللي احنا ظبطناها راحت، فمحتاجين نرجع تاني عند الجراف اديتور. نبدأ نظبط السلايدر ده كده بالمنظر ده. نبدأ نشغل. حلو جدا. خلينا بقى نرجع تاني للتايم لاين. هنلاحظ ان السوفت بوكس طبعا طالع من هنا، فخلينا نحدد البيز وننزل هنا عند الماتيريال. ننزل تحت وكنا زودنا الرفنس. خلينا ننقصها. هنلاحظ ان هو بدأ يبان معانا. ممكن بقى السوفت بوكس ده نعلي الاضاءة بتاعته شوية. لا هو كويس تمام. وهو جه من تحت لفوق مش من فوق لتحت زي ما شفنا في الفيديو، عشان ببساطة الدوران حوالين الزد بيلف بعكس الاتجاه اللي كان في الفيديو. يعني انت هتلاحظ مثلا في الفيديو هنا بيلف في اتجاه معين الناحية دي مثلا، ولما نيجي نشوف الانيميشن بتاعنا هنلاحظ ان هو بيلف في عكس الاتجاه. فخلينا نرجع للزد الاولانية ونخلي دي بدل ما هي موجب تبقى سالب. انتر. نبدأ نشيل الكي فريم ونحطه تاني. نرجع تاني للجراف اديتور طبعا عشان نظبط السرعة من تاني. نيجي للسلايدر جي اكس. نبدأ نرجع كده.
هنلاحظ ان هو ظهر معانا وبيتحرك في نفس الاتجاه. جميل جدا. خلينا بقى نخش كده على التايم لاين وهنبدا نتحرك هنا شويه. هنلاحظ ان في حته متاكله منه، فهنبدا نزود الحجم بتاعه شويه، نزود الاكس. جميل. ممكن نزود الاضاءه شويه عشان نعوض النقص اللي حصل. نرجع تاني ونحدد الكنترولر عشان تظهر معانا بس الكي فريمز. نبدا نيجي هنا نشغل. هنلاحظ ان هو طالع معانا بالمنظر ده. طبعا لو عايزه يكمل للاخر هتحتاج تزود الزد او ممكن نزود الاكس، اعتقد ده اختيار افضل يعني. فخلينا نزودها كده شويه. ممكن نزود الزد معاها برده كمان شويه. جميل. ممكن بقى نزود الكي فريم ونعدل ده ونرجع تاني للجراف اديتور. طبعا اقول لك على حاجه، خلينا نزود مساحه من هنا كده، نجيب الجراف اديتور منها بحيث ما نقعدش نظبط فيه كل شويه. نورماليز، وهنبدا نزود دي كده ناحيه الشمال. جميل جميل. احنا كده على فكره حركنا الزد، ما لعبناش في الاكس خالص، احنا عايزين الاكس تفضل زي ما هي. وبكده نكون خلصنا الانيميشن بتاعنا وهيطلع معانا بالمنظر ده. طبعا هتلاحظ في الفيديو حاجتين مختلفين. اولا ان اللون هنا اغمق شويه من هنا، دي بسيطه عادي جدا. ممكن تخش على البيز والماتيريال وتبدا تغير اللون، تفتحه كده وممكن تجيب ده كده شويه. فالموضوع ده بسيط. الفكره بقى ليه هنا الضوء اقوى شويه من اللي عندنا، فده حله بسيط جدا. كل الفكره ان انت هتجيب الجلاس اللي بره، خلينا مثلا نجيب الحته اللي الضوء ظاهر فيها، وفي الماتيريال بتاعتها هنبدا نتحكم في الاي او ار شويه طبعا واحنا ضاغطين شيفت عشان ما يزيدش جامد. وكل ما تزوده هتلاقي النور بيبقى اقوى معاك. خلينا بقى نبدا نشيل القائمه بتاعه الجراف اديتور دي ونشغل الانيميشن بتاعنا وهيطلع معانا بالمنظر ده. وطبعا سايب لك هنا شويه اضاءه حلوين بسبب السوفت بوكس اللي موجود تحت هنا. كده الفيديو يعتبر جاهز. خلينا بقى نبدا نرندر الفيديو. مبدئيا احنا خلينا نحدد الكنترولر بتاعنا عشان نشوف الكي فريمز. احنا وقفنا عند كي فريم 120، فهنقول له ان الاند بتاعتنا اخرنا 120، والبدايه هنخليها من الفريم 0 اللي هو اللي هنا ده. جميل. ونبدا نخش على اعدادات الاوتبوت. طبعا انت عندك هنا الريزولوشن بتحدده. انا عن نفسي هخليه 100% بس عشان الفيديو ما يطولش في الريندر. والفريم ريت قلنا هيبقى 30. والاوتبوت هتشوف هنا انت عايز الفيديو يتحط فين. هنخليه مثلا هنا على الديسكتوب بشكل مبدئي. خلينا نعمل نيو فولدر ونسميه تويتر انيميشن وهنقول له اكسبت. هنقول له بقى الفايل فورمات هنخليه على FFmpeg فيديو. وفي النهايه هنخش هنا على الريندر. وعندنا هنا الريندر سامبلز هم بيبقوا بشكل افتراضي 64، فاحنا هنخليهم 20. يعني دي القيمه اللي انا جربتها وما عملتش فرق كبير يعني في الجوده. وطبعا كل ما زودتها كل ما النويز قلت والجوده عليت، وفي نفس الوقت الريندر خد وقت اطول علشان يتم. واخيرا هنفعل الموشن بلور اللي بيعمل حاجه شبه نغمشه كده مع الحركه السريعه، بس هي مش هتبان هنا، هتبان في الفيديو النهائي ان شاء الله. ونبدا بقى نرندر الانيميشن بتاعنا. هنخش هنا على ريندر انيميشن ونسيبه بقى يشتغل مع نفسه. طبعا ده تاثير الموشن بلور اللي قلت لكم عليه. هتلاقي المجسم بيتنغمش مع الحركه. جميل جدا. هنبدا بقى نروح للفولدر اللي احنا اتفقنا انه هينزل فيه الفيديو. نبدا نفتحه وهيطلع معانا بالشكل ده. طبعا دي النغمشه اللي انا قلت لكم عليها. هتحس الفيديو مش انقى حاجه. ولو زودت الريزولوشن طبعا الدنيا هتفرق جامد. لو خلينا دي مثلا 200%، بس ربنا معاك بقى يعني. رندره وابقى ابعت لي الرندر على ديسكورد مفيش مشكله. وبس كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه مقطعنا النهارده. اتمنى يكون عجبكم. واللي معانا في القناه من زمان عارفين ان احنا كنا دايما بنحط روم للحاجات اللي زي دي بحيث الناس ترفع لنا تطبيقاتها. بس حاليا لسه موضوع السيرفر ده مش مستقر، فاللي يعمل حاجه زي دي يا ريت مشكورا يوريها لي على ديسكورد بحيث اشوف تطبيقاتكم. الحاجات دي بتساعدني جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.